تخريم الخرز والطقم في المصباح هو من أهم المراحل اللي احنا ننتبه عليها في عملية الخراطة. وهذا الشيء يعني يتكون أو في مجموعة أشياء لازم أن احنا نركز عليها ونحسبها أثناء عملية الخراطة في موضوع التخريم. بس من أكثر هاي الأشياء هو حجم التخريم، فكل خامة لها حجم تخريم مناسب لها، وأيضا كل قصة. وفي قصات مثلا ما ينفع معها التخريم الواسع، مثلا إذا مدور بوز أو أي قصة فيها بوز يعني فيها زاوية في الخرزة، ما يصير انه يكون تخريمها واسع، لازم يكون تخريمها ماكسيمم 0.8 مثلا. احيانا احنا مثلا نبي انه يكون قصة المصباح كلها نبيها تكون انتيك، يعني مثل القصة القديمة، فنخرم 1 أو 1.5، يعني هذه يكون ملي او ملي ونص. احيانا نكون لا والله احنا نبي التخريم يكون ضيق، فاحيانا يكون التخريم 0.4، يعني يدش فيه خيط ضعيف كلش. وهذه غالبا في الخامات المصنعه وفي النواعم اللي ما فيها مجال ان انت تخرم اكثر. فحجم التخريم من الاشياء ايضا اللي تساهم في اتساق الخرز، انه يكون الخرز كله تحت بعض، ما يكون في خرزه يمين وخرزه يسار، الخرز كله سيده. ومن الاشياء بعد اللي تساهم في هاي الشيء بالنسبه لموضوع التخريم، انه يكون التخريم مستقيم، يعني ما يكون مثلا التخريم صاير عوي او مثلا ماخذ يعني زاويه في الخرزه، يكون التخريم مستقيم بالضبط من نص الخرزه لنص الخرزه. هاي الشغلات كلها ما تنحسب بالملي، تنحسب باجزاء من الملي. ومن اصعب الاشياء في عمليه التخريم هي تخريم الخامات الشفافه، مثل مثلا الكاست او بعض خامات الصب القديم الشفاف او الفاتوران. هذه يمكن تخريمها من اصعب الاشياء، لان اول شيء يحتاج مراحل في التخريم، ولازم يكون التخريم دائما على نفس ماكينة الخراطة، ويحتاج إلى إبر معينة تخرم. ليش؟ عشان ما يطلع هاي التخريم ما يكون فيه ذي البياض اللي على الأطراف، يكون شفاف، تحط فيه الخيط يبين لون الخيط كأنه يعني مائي، يسمونه تخريم مائي شفاف. هذه تقريبا بعض الأشياء اللي احنا نركز عليها في عملية تخريم المسابيح.